كشفت تقارير صحفية سعودية النقاب عن تفاصيل فشل مفاوضات نادي الهلال مع النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أعلن انتقاله إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي. قال إيرلينغ هالاند في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبوريتفو الإسبانية: نحن على بعد خطوة من صناعة التاريخ، فقط خطوة واحدة ونصبح أبطالا لأوروبا، وهو حلم سأسعى لتحقيقه. وأكدت صحيفة الرياضية السعودية وفق مصادرها الخاصة أن المفاوض السعودي رفض بشكل قاطع زيادة العرض المقدم سلفا لليونيل ميسي. رد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز على إنباء اهتمام ريال مدريد بضمه في الميركاتو الصيفي الحالي. وارتبط اسم ديفيز بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد سواء في الأشهر المقبلة أو بعد نهاية الموسم المقبل، مع العلم أن عقده مع بايرن ميونخ سينتهي في 30 من يونيو 2025. أبلغ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة تشافي هرنانديز جناحه فيران توريس بموقفه من الاستمرار داخل قلعة كامب نو في الموسم المقبل. اتخذ برناردو سيلفا قراره بشأن مستقبله مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي وفقا لآخر التقارير الصحفية الواردة، ويرتبط برناردو بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى يونيو 2025، لكن بحسب ما ورد البرتغالي يرغب في الرحيل. كشفت تقارير صحفية أن الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا قد يلحق بمواطنه ليونيل ميسي في فريق إنتر ميامي الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية. ميسي لاعب باريس سان جيرمان السابق انضم إلى إنتر ميامي في تجربة جديدة لبطل العالم، كما انتهى عقد أنخيل دي ماريا مع يوفنتوس وأعلن رحيله عن النادي. اعتدت جماهير وستهام يونايتد على قائد فيورنتينا كريستيانو بيراجي خلال اللقاء المقام حاليا على ملعب إيدين أرينا بالعاصمة التشيكية بيراج. كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الدولي الإسباني ديفيد ديخيا حارس مرمى فريق كرة القدم الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رفض الانتقال إلى الدوري السعودي. كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي برايتون الإنجليزي حدد سعر بيع موسيس كايسيدو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للأندية التي ترغب في ضمه. أكد جاك جريليش أن خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا سبب توقيعه مع مانشستر سيتي، متحدثا قبل النهائي المرتقب أمام إنتر ميلان. نفى الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق كرة القدم الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي أنه ينظر إليه على أنه اللاعب الأغلى في العالم. جوندوجان ارتبط برحيل محتمل عن مانشستر سيتي في السوق الصيفي الحالي، ويجذب الألماني اهتمام عدة أندية خاصة بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع فريقه. يرفض الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الاستسلام في معركته مع السير جيم راتكليف، والخاصة بالاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني يسعى للتعاقد مع الدولي الفرنسي بنجامين بافارد لاعب بايرن ميونخ الألماني. كشف بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي باريس سان جيرمان عن قميصه الجديد في موسم 2023-2024. يقول باريس سان جيرمان إن القميص يكرم تصميم الزي الباريسي الكلاسيكي ويجسد الروح الفريدة للعاصمة الفرنسية. اشترك في القناة لمشاهدة المزيد من الأخبار، وقم بتشغيل الإشعارات، واترك إعجابا وتعليقا لمساعدة القناة. شكرا لك على المشاهدة، ونراكم في المرة القادمة.